شنو السبب الرئيسي لاندلاع الحرب العراقية الإيرانية؟ بعام 1975 وقع العراق وإيران اتفاقية الجزائر المتضمنة أن منتصف شط العرب هو خط الحدود ما بين الدولتين، لكن بعام 1980 اتهم صدام حسين الإيرانيين بقصف الحدود العراقية، وأصبح هذا الاتهام هو الشرارة اللي فتحت أبواب الجحيم على البلدين. وقام صدام حسين مباشرة بإلغاء اتفاقية الجزائر مع إيران، وبعدها هاجمت القوات العسكرية العراقية أهدافا بالعمق الإيراني، وهذا الأمر دفع القوات الإيرانية بقصف عدة أهداف عراقية مهمة، منها عسكرية وأخرى اقتصادية، وتصاعدت وتيرة القتال بين الطرفين، واستمر هذا الحال حتى انتهاء الحرب عام 1988، أي بعد 8 سنين من القتال، وذلك بعد أن تراجع صدام حسين عن قرار إلغاء اتفاقية الجزائر واعترف بها بشكل دولي، وأصدر مجلس الأمن الدولي بيان أعلن به أن العراق هو الطرف المعتدي بالحرب، وراح ضحية هاي الحرب من كلا الطرفين 1,160,000 قتيل و1,900,000 جريح، وأكثر من 115,000 أسير، وفضلا عن هدم البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية والخسائر المادية اللي لا تعد ولا تحصى. هي كانت بسبب شطحة فكرية عبثية فكر بها صدام حسين بلحظة سوداوية، أراد من خلالها استعراض بطولاته الوهمية وإبراز عضلاته، ولفت انتباه الدول إلى شخصيته الورقية.